السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا بخير على خير، ويلقاكم هذا الفيديو إن شاء الله بأحسن الأحوال. شعارنا لا للحرمان لكن باعتدال. إذا كي كتشوفوا وصفتنا اليوم عبارة عن كيك صحي بدون دقيق بدون سكر كيف العادة. مناسب لمرضى السكري ومناسب للناس اللي عندهم حساسية الجلوتين، وطبيعة الحال الناس اللي كيبغيو ياكلوا الأكل الصحي. إذا غتكتشفوا معنا المكونات ان شاء الله، وكنتمنى انكم تبارطاجيو هاد او تديروا مشاركه لهذا الفيديو للناس اللي كيكونوا محتاجين بحال هاد الفيديوهات، خصوصا الناس اللي كيكونوا مرضى بالسكر وكيقولوا لا ما ناكلوش الحلويات، ما ناكلوش كيك وما نديروش. اذا حاولوا انكم تشاركوا معهم هاد الوصفات باش يستافدوا منهم. ودائما كي كان يعني كتبقى داك الشعار لا للحرمان، علاش لا ما نحرموش ريوسنا. انا كمريضه السكر من النوع الثاني فما كنحرمش راسي، لكن دائما باعتدال كنعاودها وكنكررها، ودائما استشروا الطبيب ديالنا، ودائما قيسوا الدم ديالنا باش نتاكدوا بان هذه الاشياء هذه ما كترفعش لنا السكر. اذا نبداو على بركه الله ونقولوا بسم الله. اذا اول مكون عندنا وهو الموز او البنان، هو اللي غيعطينا التحليه لهذه الكيكه اليوم. يعني ما غنستعملوا لا بديل السكر ستيفيا، لا سكر جوز الهند، لا تمر، لا عسل. المهم هو الموز. فعلا الموز كيرفع السكر، لكن الكميه اللي غنستعملها في الكيكه كاملها. اذا ملي غادي نقطع واحد المورسو غادي ناكل واحد الطريف، فما غاديش ناكل واحد الكميه اللي هي كبيره ديال الموز، لاننا عندنا الحق اننا ناكل الموز. ممكن ان ناكل نصف موزه، يعني عادي جدا. وبطبيعه الحال كي قلت لكم في بدايه الفيديو، الانسان ضروري انه يقيس الدم ديالو من بعد ما ياكل شي حاجه اللي غادي يشك فيها، او لا يستشير مع الطبيب ديالو. انا ماشي طبيبه وماشي يعني اختصاصيه في التغذيه، لكن كمريضه السكر النوع الثاني فكنحاول نشارك معكم الوصفات اللي انا كنتناولهم. اذا من بعد ما هرسنا دوك جوج ديال الموزات او لا يعني خلطناهم، غادي نضيف لهم 3 ديال البيضات درجه حراره المطبخ. ممكن تضيفوا غير جوج بيضات، ماشي ضروري انكم ديروا 3. غادي نضيف فانيلا ورشه ديال الملح، نصف كوب ديال زيت زيتوني، ممكن تعوضوه بزيت جوز الهند او لا زبده مذابه او لا زيت طبيعي يعني زيت نباتي، نصف كوب ديال حليب اللوز بطبيعه الحال اللي كيكون بدون سكر. ممكن تعوضوه بحليب عادي، بحليب جوز الهند او لا بالكريمه او لا بدانون او الياغورت او لا غير بالماء. يعني اهم شيء يكون نصف كوب ديال ماده سائله. اذا غادي نحاول انني نخلط المكونات، سواء خلط العصير او خلط اليدوي بحال هذا او الهاند بلندر. اذا من بعد ما خلطنا غادي نضيفوا هذا هو المكون اللي هو اللان او الدخن، دقيق الدخن، لان كاين كل العربيه كيقولوا ليه الدخن، وعندنا في المغرب كيقولوا ليه اللان. وبطبيعه الحال كاين بعض المدن يعني بعض البلدان ما كنعرفش شنو كيسميوه المسميات ديالو. عندي كوب واحد اللي هي تقريبا واحد 150 غرام، وعندي ثلث كوب ديال بودره الكاكاو الخام اللي كتكون بدون سكر، واحد 27 غرام حتى 30 غرام ديال بودره الكاكاو، او لا واحد 3 حتى 4 المعالق كبار ديال بودره الكاكاو، اللي كنحاولوا اننا نخلوهم او نغربلوهم بطبيعه الحال. هنا عندي ملعقه صغيره ديال البيكنج باودر او خميره الحلويات اللي هي 4 غرام حتى 5 غرام، وربع ملعقه صغيره ديال بيكربونات الصوديوم. اذا غادي نحاول انني نخلط هذه المكونات. اذا هنا غادي نحتاج واحد الكميه اخرى ديال دقيق الدهن او لا إلان، لاننا استعملت 3 ديال البيضات. ممكن تستعملوا كما قلت لكم غير جوج ديال البيضات. ودائما الدقيق او الماده يعني النواشف كتبقى على حسب حجم ديال البيض وعلى حسب الكوب اللي كتستعملوا. اذا الكوب اللي كتستعملوا دائما كتقيسوا به كل المكونات اللي عندكم، يعني ماشي تستعملوا واحد الكوب وكوب ثاني كتستعملوا قياس شيء ثاني. اذا هنا غادي نضيف كميه واحد ربع كوب ديال دقيق الدخن، كتخلطوا وكتشوفوا القوام ديال الكيك. بطبيعه الحال الكيك الخليط ديال الكيك دائما ما كيكونش جاري وما كيكونش او ما كيكونش خفيف وما كيكونش ثقيل. اذا غادي نخليه على جنب، وغادي ناخذ واحد الصينيه. انا خديت واحد المول اللي هو مربع، والاختيار ديال المول كيبقى على حسب الرغبه.
فرشت ليه ورق الطبخ او ورق الزبده. وهنايا دائما قبل ما نخويو الكيك او العجين في المول كنخلطوا واحد الخلطه اخيره باش ما يكونش يعني تكتلات او شيء اللي كتكون في القاع ديال البول. اذا هنايا كتزيين اختياري، يعني نتوما لكم الاختيار. انا اخترت انني نزينو بواحد شويه ديال الجوز اولا الكركاع. اذا هاد الاشياء هذه راه كتضيف لينا قيمه غذائيه للكيك ديالنا. وغادي نضيف لها حبيبات ديال الشوكولا بطبيعه الحال اللي كيكونوا بدون سكر، والتزيين كيبقى اختياري. اذا بالنسبه للفرن كندخل انا الكيكه على فرن بارد، وبطبيعه الحال على تقريبا واحد 170 حتى 160 درجه من التحت، ومن بعد كنطيبوا كنحمروا من الفوق. بطبيعه الحال كتاكدوا دائما بالنوتش ديال الكيك بواحد البيك او عود خشبي من الوسط باش كيخرج لنا ناشف. و المده ديال الطهي كتاخذ ما بين 35 دقيقه حتى 40 دقيقه، ودائما كيبقى على نوعيه الفرن اللي عندكم او لا على حسب الفرن اللي عندكم. اذا هنا من بعد ما طابت لينا فغادي نخرجها. بطبيعه الحال انا دائما كنحيد الكيك وهي باقا سخونه باش كتبرد فوق شبك وما كتعرق لياش من التحت. اذا هنا حاولت باش نحيد ليها ورق الزبده من التحت، لكن كانت هشيشه بزاف وخفت لا تتكسر ليا او لا تهرس ليا، فخليتها حتى بردت. هنا كتزيين او لك يعني مهم كاضافه ضفت واحد الشوكولا ذوبتها ودرت واحد الخطوط ديال الشوكولا. المهم هاد الاشياء هذه التزيين كيبقى اختياري، كل واحد حر في التزيين ديالو. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك اللي كيكون بدون دقيق، بدون سكر، بدون شوفان، بدون لوز، بدون دقيق اللوز، بدون مهم بدون اللي درناه بالدخن او لا الا وبالموز التحليه، يعني استعملنا الموز كتحليه كيجي رائع. مذاق يعني ما نقول لكمش، خصكم تجربوها باش تشوفوا المذاق اللي كنهضر عليه. والله يسمح لنا الناس اللي كيتوحموا بصراحه، مسامحه. كتجي مفشفشه، كتجي رطبه ولذيذه، واهم حاجه اللي هي انها صحيه، ودائما باعتدال. كنقولها دائما باعتدال. الواحد يعني ماشي غياكل واحد الكميه كبيره ويقول لك لا راه ما ترفعش ليا السكر. فكان ما كنبغوش نحرموا ريوسنا، لكن نديروا الفرانات. المهم كنتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم، وكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفات اللي كندير وتشاركوها مع الحباب ديالكم او الناس اللي كتكون عندهم مرض السكري باش يستافدوا من هذه الوصفات هذه باش ما يحرموش ريوسهم. وكنقول لكم مع السلامه وفي امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.